السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم حبايبي هنا في قناتي، قناة مطبخ سلوى. يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل وصفة حلوة جدا، قديمة قوي قوي قوي، قديمة من زمن الزمن. كانت الله يرحمها أمي الله يرحمها بتعملها على طول، ومعظم الأمهات اللي هم بتوع زمان الناس الكبيرة بيحبوا كانوا كده دايما يعملوها جنب الأكل. احنا هنعمل ايه النهارده؟ قبل ما نبدا بس الفيديو بتاعنا نصلي كده على النبي وعلى الرسول ونقول عليه الصلاه والسلام. هنعمل ايه بقى مع بعض؟ بصوا، احنا هنعمل حاجه من الانواع اللي هي التوابل او البهارات. هي اسمها ايه؟ بهارات او تتبيله، او الحاجات اللي احنا بنحطها. يعني زي ايه؟ زي مثلا بنبقى عايزين نعمل شويه بطاطس محمره مثلا، عايزين نحط عليها شويه ايه توابل كده من فوق. هي دي التوابل اللي انا بحطها، وهي دي الوصفه بتاعتي اللي انا معتمداها من امي الله يرحمها. اللي هي الدقة المصري. الدقة المصري دي يا جماعة حلوة جدا جدا جدا. بتحطيها على اي حاجة متحمرة او اي حاجة انت عايزة تزودي الملح بتاعها او التست بتاعها. تمام. دي معانا هنا ايه؟ ده معانا هنا اهو الاساسي معانا في الوصفة. ده حمص من اللي بيتجاب من عند المقلة اهو، متقشر ونضيف جدا. ده قد ايه؟ دي كوبايه ونص من الحمص. الحمص اللي من عند المقله يا جماعه، مش الحمص اللي بيتجاب من عند العطار. ده فرق وده فرق. ده حمص الشام، انما ده الحمص اللي بناكله عادي زيه زي اللب وزي السوداني وزي الحاجات دي. في ناس بتعملها بالسوداني زي ما قلت لكم، في ناس بتعملها اللهم صل على النبي بالنوى بتاع المشمش. بياخدوا النوى بتاع المشمش يكسروه، بياخدوا اللي جواه وبيعملوها بيه. انا متربيه على كده ومتعوده عليها من زمان، بعملها بالحمص اللي بنجيبه من المقله. نخش بقى في المقادير ونقول معانا ايه. معانا هنا كوبايه ونص من الحمص اهي، متقشر، اهم حاجه يكون متقشر. ومعانا المكون التاني اهو، دي كوبايه كزبره ناشفه. الكزبره الناشفه دي احنا مجففينها كويس جدا ومحمصينها على البوتاجاز على نار هاديه، وسبتها لحد ما بردت خالص عشان اشتغل بيها. ومعايا هنا نص كوبايه ايه؟ ملح الخشن بتاعنا العادي. ومعايا ده ربع كوبايه صغيره او معلقتين كبار من النعناع المجفف، بيديها ريحه وطعم تحفه، تحسي كده ان انت بتاكلي حاجه حلوه جدا. ومعانا بقى هنا ايه في الطبق ده اهو. بصوا الطبق ده معانا فيه ايه بقى؟ معانا معلقتين كبار او ما يعادل ربع كوبايه صغيره كمون. كمون برضو حلو جدا فيها. معانا معلقتين كبار بس مش مليانين فلفل اسود اهو. ومعانا معلقتين كبار شطه بقى، دي حسب ما انت عايزه الحرقان بتاعها عالي متوسط. انا بخليها معلقتين حلوين، بيبقوا ايه؟ متوسط يعني، ما بتبقاش حراقه قوي ولا ايه ولا تلع قوي، عشان طبعا ولادي بيحبوها على البطاطس وكده وبتبقى حلوه. بصوا بقى انا هعمل ايه. انا هلم كل المكونات دي دلوقتي في قلب الايه؟ المطحنه بتاعه الخلاط. تمام. هضربها في المطحنه بتاعه الخلاط كل حاجه لوحديها، وهوريها لكم بقى ايه بعد ما اضربهم، عشان بس ما اشغلش الخلاط صوته هيبقى عالي فهيضايقكم. فانا هضرب كل حاجه في المطحنه بتاعه الخلاط وهوريكم هعمل ايه بعد كده فيها. بصوا بقى يا حبايبي هنا عملت ايه. ضربت الكمون والكزبره والملح والفلفل والشطه والنعناع كلهم اهم مع بعض. بصوا اهو. بصوا هي لونها مش هيبقى كده طبعا، هي طبعا حراقه وحادقه شويه. ما تخافوش، الملح مش هيبقى معاكم كتير ولا اي حاجه، هي هتبقى مملحه التمليحه الحلوه اللي انتوا هتستحملوها. لقيتوا الملح بتاعكم زايد عشان طبعا في نوع ملح بتلاقوه بيملح قوي، في نوع ملح ما بيملحش، بيبقى التمليح بتاعه مظبوط. لقيتوها معاكم حادقه شويه، هتطحنوا لها حبه ايه؟ حبه حمص. بصوا بقى انا هطحن بقى الحمص اهو برده، بس عشان اطول بقى عليكم الفيديو. هطحن الحمص واحطه عليها وهقول لكم بقى هنعمل فيها ايه تاني. بصوا بقى يا حبايبي اخر حاجه حطيتها الحمص. بصوا الحمص بقى لما ضربنا معاها، بصوا نعمناه خالص اهو، هيديها بقى لون فاتح، هيفتحها اكتر من كده كمان اهو. هنديها تقليبه كده محترمه. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، رميت قد ايه حلوه جدا جدا. بتحطيها بقى في مطبخك بتقعد بصي معاكي سنه سنتين في البطرمان في المطبخ، ما بيحصلهاش اي حاجه. كنوع من انواع التوابل بتحطيها كده في رف التوابل اللي عندك الخاص بيكي في مطبخك. تحمري بقى بطاطس تحطي عليها، نديها بس تقليبه كده محترمه. تحمري بقى بطاطس ترشي بقى عليها كده بالبطاطس وهي طالعه سخنه كده، ترشي كده عليها تبقى حلوه جدا. عايزه مثلا تاكلي بيض في السندوتشات مسلوق، حلوه جدا مع البيض في الفينو. تسلقي البيض كده وتحطيه في الفينو وترشي عليها كده بدل الملح والفلفل، حاجه كده تحفه.
بصوا مكون لو عملتوه نوع توابل، لو عملتوه في مطبخكم مش هتستغنوا عنه صدقوني. اخر حاجه بقى هحطها معايا، كان عندي اخر حاجه المفروض معلقتين سمسم كده كبار. لو عايزه تكتري طبعا السمسم فيها بيبقى حلو جدا، بس انا ما عنديش الا الحبه دول دلوقتي، فانا قلت ايه هبقى اما انزل يعني ابقى اجيب تاني وابقى ازود عليها ايه سمسم. تحطوا بقى كده اهي، تقلبوا السمسم كده فيها وتدوقوها بقى، لقيتوها حراقه او مالحه تحطوا لها شويه ايه حمص تاني، تطحنوا شويه حمص تاني وتحطوها عليها. الكزبره مع النعناع مع الشطه مع الكمون، بصوا ريحتها قلب الدنيا، قسما بالله ريحتها قلب الدنيا، تحفه تحفه تحفه. بصوا شكلها اصلا شكلها حلو جدا. عبيها بقى ببطرمانات كده في المطبخ زي ما قلت لكم واستخدموها بقى. زمان كانوا الناس ايه اللي بتركب القطوره، كانوا في ناس بتبيع كده في القطر، معرفش بقى دلوقتي موجودين دول ولا لا صراحه، لان انا عمري بصراحه ما ركبت قطر. كانوا بيبيعوا ايه، بيقولوا يمشوا كده يقولوا لك ايه سميت وبيض وجبنه، او سميت وبيض ودقه. هي دي الدقه، تاكليها برضو مع السميت اللي هو بيتجاب من الفرن. السميت اللي بيتجاب من الفرن سخن بتغمسيه كده بيها وبتاكليها تحفه تحفه تحفه. وزي ما قلت لكم مع البيض ومع البطاطس حلوه جدا جدا جدا. حاجه كده في مطبخك كنز بصراحه، تنفعك في كل المقليات اللي انت ايه عايزه تملحيها بيها، هتبقى حلوه جدا فيها. قولوا لي بقى ايه رايكم في الوصفه بتاعت النهارده. انا حبيت اشارككم وصفه خفيفه كده من مطبخي، ووصفه طبعا عن يعني حبيت بقى اشارككم بيها واقول لكم ايه رايكم فيها. وصفه طبعا قديمه جدا من قديم الزمن، معتمداها من امي الله يرحمها. كان مطبخنا ما بيخلاش منها بصراحه. هتحمري ممبار هتحطي عليها بيه، هتحمري بطاطس هتحطيها بيض، هتحطيها سميد هتاكلي بيها سميد. حلوه جدا، داخله معاكي في حاجات كتير انت بقى ومزاجك في الاكل. اي حاجه عايزه تملحيها بيها حلوه جدا. ممكن تحطي برضو منها في الفراخ، لو عايزه تعوزي كده فراخ وتاكلي بدل ما تعوزي ملح وفلفل، او اللحمه المتحمره. اللحمه المتحمره بتبقى حلوه جدا بيها. لو حمرتي اللحمه وجيتي تغمسي كده حته اللحمه بيها، اللي هو تملحي كده على خفيف بيها، حلوه جدا. قولوا لي بقى ايه رايكم في الفيديو. انا حبيت اشارككم في الوصفه بتاعتي النهارده، خفيفه كده وسهله. ولو عجبتكم طبعا ما تنسوش طبعا تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا الجرس وتختاروا الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. واسيبكم في رعايه الله واقول لكم مع السلامه، وما تنسونيش بدعوه حلوه من قلبكم.